يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وزة الفحار من قناة وزة الفحار. النهاردة ان شاء الله تاني فيديو لتفريزات رمضان. هنعمل مع بعض الناجتس. انا هنا كنت سلقة بطاطاية وقطعتها مكعبات صغنونة، وبعد كده حطيت عليها معلقة من الثوم اللي هو خلطة الثوم اللي انا بعملها. ثوم وعليه خل وملح وكمون وكزبرة وفلفل اخضر. تمام. وحطيت قطع الفراخ. انا معايا بتاع حوالي تقريبا نص كيلو من الفراخ. اخدت نص كمية وادي النص التاني. هبتدي اضرب كل ده مع بعض في الكبة وارجع لكم تاني. هنا يا جماعة بقى بعد ما ضربت الفراخ بتاعتي بالبطاطس، حطيت عليهم 3 معالق كبار من اللبن البودر. حطيت نص يعني معلقة صغيرة من البهارات الفراخ وحبة فلفل ابيض. وبعد كده حطيت عليهم فيجيتار. الفيجيتار اللي عندي يا جماعه عشان انا جايباه سايب، فما بيديش نفس الفليفر بتاع الفيجيتار اللي هو الاكياس المعلب. تمام. فعشان كده انا زودت فلفل اسمر وزودت بهارات فراخ، ومش هزود ملح لان انا اوريدي لما كنت عامله الفراخ انا سبتها يومين كانت منقوعه في بهارات فراخ، جنزبيل، قرفه، ملح، فلفل، آه سبع بهارات. اوريدي هي عندي كانت متبله من الاول، فانا ما زودتهاش اي بهارات غير حبه فلفل بس عشان خاطر البقسماط سوري الفيجيتار اللي انا حطيته. ومع الفلفل زودت حبه من بهارات الفراخ. تمام. هقلب كده مع بعض كويس، وبعد ما اقلب هعجنها دلوقتي مع بعض، وفي الاخر هديها دهنة زيت بس عشان ما تلزقش في ايديا. دي يا جماعة الشكل النهائي ليها بعد ما عجنتها. انا زودت معلقتين كبار نشا، وزودت بيكنج صودا وبيكنج بيكنج باودر بيكنج باودر وبيكنج صودا من كل حاجة نص معلقة. البيكنج باودر حطيت معلقة كاملة، البيكنج صودا حطيت نص معلقة. تمام. وفي الاخر حطيت لها زيت علشان خاطر تبقى عاملة كده معايا وما تلزقش في ايديا. يعني ده مش تلزيق، هي بصي هتبقى عاملة معاكي زي كفتة الرز. تمام. ده من بواقي اللي كان في ايديا، لكن انا لو مسكتها بايديا نظيفة مش هتعمل في ايديا بالشكل ده كده خالص. انا هسيبها تتسمخ شوية في التلاجة وبعد كده اطلعها افردها واقطعها. يا اما ممكن نكورها كده دلوقتي اللي هي نعملها اللي هي الشكل البيضاوي اللي احنا بنشتريه المعتاد بتاعنا، وبعد كده هنعمل لها الكفر. وادي يا جماعة شكل الناجتس بتاعنا بعد ما حطيته في التلاجة عشان يجمد. انا جبت كيس دهنته زيت وقعدت افرد فيه بالشكل ده كده لحد ما هسويها، وبعد كده يا اقطعها بالسكينة يا اقطعها بالقطاعات اللي عندي. هنقطعها وارجع لكم تاني هنقول لكم هنعمل ايه. اهو يا جماعة شكل الناجتس بتاعنا انا قطعتها بالقطاعة دي شكل الوردة بالشكل ده. طبعا انا مخلصتش الكمية كلها. هقطع شوية الاول الاشكال اللي انا عايزاها، واخر حاجة هقطع شكل المربعات عشان ما يبقاش بيه هادر مني في الاخر. تمام. دلوقتي بقى انا هاخد الكمية اللي انا عملتها دي هحطها بالفريزر عشان تجمد شوية، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. وهنا يا جماعة دي الكمية اللي طلعت من البانيه اللي احنا عملناه، حوالي نص كوباية سوري حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع. اهو اهو. ودي كمان. تمام. انا بقى عملت لهم كفر. يعني انا في الكميه الاولانيه اللي هي الصينيه دي انا كنت مدخلاها التلاجة الفريزر اول حاجه، فطلعتها هبتدي اقلي منها. عملت هنا كفر بيضه عليها ملح وفلفل وعليها حبه لبن. تمام. لان انا هقلي كميه صغيره مبدئيا. وبعد كده حطيت هنا بقى دقيق ونشا، وحطيت عليهم بقسماط فيجيتار، حطيت عليهم الكورن فليكس
دوت. وطبعا تبلتها بملح وفلفل وبهارات فراخ. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، والزيت يكون عندي سخن بس مش سخن مولع، يبقى سخن اللي هو السخن المعقول. وليه بقول لكم نحط الناجتس في الفريزر الاول عشان تمسك نفسها، عشان لما نيجي ننزلهم في البيض واللبن وكده ما يفكوش مننا ويكونوا ماسكين نفسهم كويس. تمام. هنا بقى انا كنت بقلب الخلطة دي مع بعض كويس عشان كلها تاخد من نفس الطعم. تمام. اول خطوة عندنا اهو كده، ادي البيضة باللبن. هناخد بقى قطعة من الناجتس دي وهي مجمدة شوية، يعني شفتوا بتعمل ازاي في ايديا وانا بطلعها. هنغطيها باللبن والبيض، وبعد كده ناخدها على طول على البقسماط، الخلطة التانية اللي احنا عاملينها. تمام. ناخدها نغلفها بالشكل ده كده. ثانية واحدة عشان دي زلالة البيض نزلت معانا هنا في الخليط اهي يا جماعة. تبلت، وشوفولي بقى الجمال بعد ما اتبلت. شايفينها عاملة ازاي؟ شايفين الجمال؟ عايزة بقى تعملي كفر اعلى ترجعي تنزليها في البيت تاني، وبعد كده من البيت ترجعي تنزليها في الخليط ده تاني. انا هكتفي بكفر واحد بس، مش هعمل كذا كفر. هخلص الكمية ونرجع نقليها تاني سوا مع بعض. بصوا يا جماعة، دي كده بعد ما خلصنا الكفر عليها، عايزين بقى تفرزوها بالفريزر. بتشيلوها زي ما هي كده، بس طبعا طبقة اكياس من تحت، وما بين كل طبقة والتانية بتفردوا طبقة كيس برضو. انا هنا بقى اللي انا هقليه هطلعه على مصفى بالشكل ده. يعني انا هنا بقلي قطعة اهي. كنت بجرب الزيت الاول. شايفين لي الجمال؟ شايفين لي الحلاوة؟ بصوا عاملة ازاي؟ شايفين؟ شايفين؟ اوبس. انا هخليها تاخد لون من الناحية التانية كمان. طبعا يا جماعة لما تيجوا تقطعوها، تقطعوا الطبقة ما تكونش لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، علشان تبقى معاكم مستوية من جوه وتبقى كويسة. يعني بصوا شايفين السمك عامل ازاي؟ هو ده السمك اللي نقطع بيه علشان ما تبقى مستوية معانا من جوه ومن بره. نسيت اقول لكم ان انا كمان كنت حاطه سمسم على الكفر، الدقيق بالبقسماط بالفيجيتار بالكورن فليكس. انا كمان كنت حاطه عليه سمسم. تمام. يعني انتوا في المرحله دي خلاص تقدروا ان انتوا تفرزوها. كيس من تحت طبقه ناجتس، وبعد كده كيس تاني، وبعد كده طبقه ناجتس تاني. وادي شكلها يا جماعه بعد ما اتقلت. بصوا عامله ازاي؟ بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. تعالوا كده ندوق. بصوا من جوه. بصوا والله خطيره، والبطاطس مش باينه فيها، وطعمها يجنن. عايزين تطلعوها افتح من كده بتطلعوها، عايزين تطلعوها غامقه شويه عن كده برضو بتطلعوها، على حسب درجه اللون اللي انتوا بتفضلوها. تمام. ادي يا جماعه الناجتس بتاعنا اهي. وزي ما قلت لك في المرحله دي تقدري تفرزيها، وتقدري تشيليها بالفريزر، تطلعيها بقى ساعه رمضان، تطلعيها لللانش بوكس للاولاد في المدرسه. كل الدنيا دي تنفعك في عزومه سريعه كده جاتلك على فجأة. هتنفعك في حاجات كتيره جدا، لان انتي بتطلعيها وتحطيها في الزيت على طول، ما بتستنيش عليها تهدى. تمام. في النهايه لو عجبكم الفيديو بليز لايك وشير. كانت معاكم وزة الفحار. باي باي.